العافية. اليوم طبختنا الدولمة العراقية. نيجي ناخد المكونات تبعات الدولمة. عنا لحمة خروف، عنا لحمة مفرومة للحشوة، عنا بندورة مفرومة ناعم، عنا بصل مفروم ناعم، عنا بقدونس مفروم ناعم، والبهارات ماجي، فلفل أسمر، بهارات مشكلة، وملح. عنا الخضروات اللي هي الكوسة، بتنجان، فليفلة، والدوالي، والبصل. طبعا احنا هنا حافرين البتنجان والكوسة ومجهزينهم للحشي. عنا البصل بدنا عشان يفتح معانا بدنا نحطه بمية سخنة بس للحظات، اللي عشان تسهل علينا طريقة لفه. هز البصل للحشي. احنا بنختار البصل اللي بالطول، ما تختاروا اللي بيكون دائري عشان يكون معانا اسهل لللف. طبعا بنيجي على الوسط بنجرح بالطول، بيكون معانا طبقات البصل مبينة، وبنحطها بمي مغلية لبضع دقائق بس، اللي بس ايش يفتح معانا. نتعرف على مقادير الحشوة. عنا رز حبة قصيرة منقوع 4 كاسات. بدنا نحط البصلة مفرومة ناعم، عنا بندورة مفرومة ناعم، عنا بقدونس مفروم ناعم، عنا الماجي، عنا زيت للقلي، عنا فلفل أسمر، عنا بهارات مشكلة، وعنا لحمة مفرومة ناعم. وهيك بنخلط المقادير مع بعض. هيك عنا البصل بعد ما دبلناه بالمي السخنة. بدنا نيجي نحشيه. طريقة حشوه عادي، بنحط كمية من الرز اللي جهزناه وبنلفه بهاي الطريقة. هيك وبنحشيه وبنلفه بهالطريقة. هيك طريقة وشكل البصل. بدنا نحشي البتنجان نفس الطريقة. بدنا نحشي الكوسة نفس الطريقة. بدنا نحشي الفليفلة. بدنا نحشي ورق العنب.
طبعا الدوالي حاولوا انه يكون مش شادد كثير، يكون رخو هيك. هيك حبة الدوالي. كمان الملح وخلطناه. عندنا المحاشي جاهزة، حشينا البتنجان والكوسة والبصل والدوالي والفليفلة. هسه بدنا نجيب طنجرة، في الطنجرة بدنا نحط فيها زيت ونصفط البصل في قاع الطنجرة. عملنا الطبقة الأولى اللي هي البصل حطيناها. هسه بنيجي نحط اللحمة فوقها. بعد ما حطينا البصل واللحمة هسه بدنا نصفط البتنجان. بدنا نصفط الكوسة. نحط الفليفلة. بنحط الدوالي. بدنا نعمل خلطة الدولمة اللي بدنا نحطها عليها. عنا مية بندورة، بهارات، فلفل أسمر، قليل من الملح والزيت. بنحطها على وجه الدولمة. هيك عنا جاهزة. بنحطها على النار لمدة 5 ل10 دقائق بس يعطي بدون مي، عشان البصل يعطي لون ويتحمر. بعدين بنحط عليها غمرتها مية وبنحطها على نار واطية لما تستوي. هسه حطينا الدولمة على النار، بنخليها لمدة 10 دقائق لما البصل يعطي لون، وبنحط عليه مي غمرته وبنخليه على نار واطية لما ينضج عنا. عنا هيك الدولمة صارت جاهزة. هسه بدنا نجهزها للتقديم. هيك الطبخة صارت جاهزة. صحتين وعافية. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسونا بلايك ومشاركة.